خلّيني أسألك سؤال بسيط، أنت بتشغّل كل يوم إعلانات فيسبوك، إنستجرام، جوجل، تيك توك، صح كده؟ كتير مننا بقى بيقع في نفس المشكلة، بنصرف فلوس كتير على الإعلانات، نجيب leads كتير، نجيب أرقام كتير، بس لمّا فريق المبيعات يكلمهم نلاقي معظمهم مش مهتم، بيبقى هم دول العُملا اللي إحنا مش عايزينهم، والنتيجة فلوس كتير بتتصرف وبيقول لك ده ترويج، تسويق، هو التسويق كده اصرف فلوس كتير. طب ما حاولتش تبحث عن السبب؟ السبب بقى إن إحنا مش شايفين الصورة كاملة. بنبقى عاملين زي اللي عنده محل كبير بس مش حاطط كاميرات مراقبة خالص لا برّه ولا جوّه، هو شايف ناس كتير بتدخل وتخرج، بس مش شايف بقى مين فيهم اشترى، مين فيهم كان بيتفرّج، طب إيه اللي عجبه، طب إيه اللي ما عجبوش، طب مين اللي كان مهتم بمشروع معيّن أو بمنتج معيّن، طب سابه ومشى ليه؟ إحنا ما نعرفش كل الكلام ده. النهارده بقى أنا جاي أقول لك إن تقريبًا وأنا باسجّل المحاضرة دي عندي 90، 95 فيديو على القناة، ده أهم وأصعب فيديو فيهم. ركّز معايا عشان لو فهمت المحاضرة دي كويس، أنت بالفعل حطّيت إيدك على أهم حاجة في التسويق العقاري عبر الإعلانات المدفوعة. الحل هنا في كلمتين UTM وPixel. الPixel ده عامل زي كاميرا مراقبة كده موجودة جوّه الموقع بتاعك، هو كود صغير كده بنحطّه جوّه الموقع بيخلّينا نشوف الزائر عمل إيه بالضبط بعد ما دخل الموقع، بعد ما دخل على صفحة المشروع. هل شاف مشروع معيّن؟ فتح صفحة الأسعار، ملى الفورمة بتاعة التسجيل عشان يحجز معاينة، البيكسل بيسجّل كل خطوة، كل نَفَس بيتنفّسه الزائر، بكده بقى نقدر نفرّق بين العميل اللي بيتفرّج وعنده فضول، وبين العميل اللي عنده نيّة شراء. يبقى أنا لو عندي إعلان لcompound في الساحل الشمالي، عملت إعلانات دخل منها 1000، طيب من غير بيكسل هاعرف إن في 1000 زائر دخلوا لصفحة المشروع أو لموقع المشروع، اتفقنا؟ طيب بالبيكسل بقى هاعرف في 300 واحد شافوا الصور، في 50 واحد ملوا الفورمة، في 10 حجزوا معاينة، في 300 واحد سابوا الموقع أو سابوا صفحة المشروع ومشوا، ما عجبهمش المحتوى أصلًا. بالبلدي البيكسل عيون تشوف بيها إيه اللي بيحصل جوّه الموقع بتاعك. طيب نيجي بقى للUTM، ده مختصر لمصطلح اسمه Origin Tracking Module، ما لناش دعوة بالاسم، إحنا بنقول عليه UTM. ده ببساطة عامل زي الستيكر اللي بتلزقه على نهاية كل رابط إعلان أنت بتعمله، عشان تعرف مين جاب لك العميل بالضبط. هنقولها بمعنى تاني، الUTM ده عامل زي البطاقة الشخصية لكل زائر دخل الموقع بتاعك. تخيل إن كل واحد دخل الموقع بتاعك من إعلان معين بيكون شايل يافطة صغيرة كده مكتوب عليها هو جاي منين، حلوة الصيغة دي؟ العميل يخش الموقع الUTM يروح جاي مدّي له بوستر كده، مدّي له tag، مدّي له ID، مدّي له بطاقة، معلّم عليه علامة، ويقول لك أنت بقى بينك وبينه الزائر ده جاي من إعلان فيسبوك، الزائر ده جاي من إعلان جوجل، الزائر ده جاي من حملة إيميل، مش بس كده، ويقول لك جاي من الحملة اللي اسمها فيديو كذا، جاي من البوست اللي مكتوب في منصة كذا، يخلّيك تعرف بالضبط أنهي إعلان، أنهي حملة هي اللي بتكسّبك فلوس. يبقى أنت بعد ما تستخدم الUTM ما ينفعش تروح لمدير التسويق أو مدير المبيعات تقول له أنهي حملة جابت لنا أكتر بيع، ما ينفعش خلاص السؤال ده، اللي بيجاوب على السؤال ده الUTM، يقول لك أنهي حملة في أنهي يوم لأي مشروع أنت عملته جاب لك فلوس كتير أو جاب لك عُملا كتير أو جاب لك ناس حققت لك زيادة في المبيعات. لمّا بقى بيجتمع الاتنين دول مع بعض، الUTM بيقول لك العميل جاي منين، والPixel بيقول لك العميل عمل إيه، الصورة بتبقى كاملة عندك، بنعرف بالضبط إيه اللي بيجيب نتيجة وإيه اللي بيضيّع الفلوس. تعالوا بقى مع بعض نشوف الفرق بين الشركة اللي استخدمت الUTM والPixel والشركة اللي ما تعرفش أصلًا يعني إيه UTM أو Pixel أو ما بتستخدموش. الشركة الأولى بقى اللي مش بتستخدم الUTM أو الPixel تصرف فلوس الإعلانات بشكل عشوائي، زي اللي بيرمي كده شبكة في البحر بيستنى السمك ييجي لوحده. تاني حاجة بقى بييجي لها leads كتير، ده حقيقي، بس معظمهم بيكونوا يا إما عملاء باردين مش مهتمين، ما عندهمش نية شرا، عندهم فضول يعرفوا الأسعار بس، وللأسف فريق المبيعات بيضيّع وقته ومجهوده عليهم، وتقريبًا بيبقى ده السبب بين الخلاف اللي دايمًا بنشوفه ما بين التسويق والمبيعات في أي شركة تسويق عقاري. تالت حاجة بقى لو بتعمل إعادة استهداف، فهي بتعمل حملة لإعادة استهداف كل الزوار بتوع الموقع، سواء كان مهتم أو عنده فضول أو زار الموقع بالصدفة. رابع حاجة وأهم حاجة الميزانية، بتتحط
على أساس الإحساس والتخمين، مش البيانات، مش التقارير، مش الأرقام الحقيقية. طيب تعالَ نبُص على الشركة اللي بتستخدم الUTM والPixel. أولًا بتركّز إعلاناتها على العميل الجَد بس، اللي الPixel بيقول لها إنه مهتم فعلًا، عمل أحداث معيّنة في الموقع، فده عميل مهتم، وبالتالي تقدر تعمل إعادة استهداف ولكن للعميل اللي شاف مشروع X في الساحل أو التجمُّع الخامس أو زايد أو أكتوبر، يعني ما بتعملش إعادة استهداف لكل زوّار الموقع. تالت أهم حاجة بقى بالنسبة للشركات اللي بتستخدم الUTM إنها بتوجّه الفلوس للإعلان الكسبان بس، اللي الUTM أثبت إنه بيجيب عملاء بجد وعملاء بينزلوا يعملوا meeting، فبتزوّد الميزانية في الإعلان ده. رابع حاجة بقى إن فريق المبيعات بيستلم قايمة بالعملاء الجادين اللي جاهزين للشرا، بيقفّلوا صفقات أسرع وأكتر. هنا الفرق بقى واضح، الشركة الأولى بتخسر فلوس ووقت، الشركة التانية بتكسب وبتسرّع عملية البيع وبتزوّد عدد الوحدات المستهدفة اللي المفروض تبيعها في quarter ما أو في موسم ما. طيب الكلام اللي فات كان كلام نظري، ممكن تدّيني تطبيق عملي عشان أفهم وأقدر أستوعب اللي أنت بتقوله؟ حاضر. خلّينا نقول عندنا شركتين، كل واحدة بتصرف 50,000 جنيه شهريًا على الإعلانات، تمام كده؟ طيب الشركة الأولى بدون بيكسل أو UTM شغّلت 5 إعلانات كل واحد ب10,000 جنيه، اتفقنا؟ جابت كام leads؟ جابت 200 leads. باعت قد إيه؟ باعت وحدتين بس. السبب؟ مش عارفة أنهي إعلان جاب العُملا اللي اشتروا، فضلت تصرف على الكل، على كل الإعلانات، ده يصرف 10 وده 10 وده 10 وده 10 وده 10، كده اتفقنا؟ اتفقنا. على فكرة بقى 70، 80% من الشركات بتعمل ده. طيب الشركة التانية شغّلت برضه 5 إعلانات زي الأولى، بس اكتشفت بعد 3 أيام، بعد 4 أيام، بعد أسبوع، إن إعلان واحد بس هو اللي جايب 80% من العُملا اللي بتنزل تعمل meeting، من العُملا اللي عندها نيّة شراء. فحصل إيه؟ وقّفت ال4 إعلانات التانيين، حطّت كل الفلوس على الإعلان الكسبان، عملت retargeting للناس اللي زارت الموقع وما كمّلتش، عشان خاطر مسطّبة بيكسل. النتيجة إنها باعت أكتر من 5 وحدات، ده الفرق بمنتهى البساطة. يبقى الخلاصة بعد ما أخدنا التعريف وأخدنا المميزات والعيوب وأخدنا المثال العقاري، الفرق مش في المبلغ اللي بتصرفه شهريًا، الفرق إنك تعرف تصرف فلوسك فين وعلى أي حملة بالضبط، مش مدير التسويق أو المبيعات هم اللي بيقولوا، لأ، ده الUTM والPixel هو اللي بيعرّفك. نيجي بقى للجزء التالت وهو يعني أصعب حاجة في الموضوع كله، نطبّق ده إزاي؟ إزاي نركّب الPixel؟ أنا بالنسبة لي كل العملي باخده في وِرَش عمل، لازم تبقى قاعد قدّام منّي عشان خاطر أقول لك تعمل إيه وفين وإزاي. طيب once إنّك مش قدّام منّي، once إن أنا ما شرحتش ده عملي، فأنت عندك مثلًا حد زي باسم مجدي، حد محترم جدًا في التسويق الإلكتروني، عامل فيديوهات كتير جدًا عن الPixel، من أكتر الناس المحترمة اللي أنا باحترم الشرح بتاعها، بسيط، واضح، 1، 2، 3 بتلاقي نَفْسك حقّقت. فممكن تروح على القناة بتاعته، ممكن تشوف موضوع الPixel إزاي أركّب الPixel على الموقع بتاعي، ده 1. 2 أنا هاقول لك في عُجالة، أنت مفترض إن أنت بيبقى عندك حساب إعلاني على ميتا أو فيسبوك، بتروح على event manager تعمل حاجة اسمها pixel، بيدّيك كود، بتاخد الكود ده أنت تعرف تحطّه في الموقع بتاعك تمام، مش عارف في مبرمج هو هيحطّه لك في أقل من دقيقة. بعد ما الكود ده بيتركّب في الموقع بتاعك، شكرًا، بقى عندك عيون بتتتبّع كل حركة ونَفَس على أي مشروع عقاري موجود في الموقع عندك. طبعًا أنا شخصيًا بارشّح Google Tag Manager، يعني أنا عن نفسي باستخدم Google Tag Manager، أنا حتى عامل كورس على القناة إزاي تستخدم Google Tag Manager، بس برضه لسه الجزء العملي يبقى في الكورسات الoffline. إن شاء الله بإذن الله نحاول على قد ما نقدر إن إحنا ننزّل أكبر جزء عملي على القناة. بمجرد ما سطّبت الpixel، في أفعال بقى مهمة لازم تعملها بنفسك. يعني مثلًا لمّا حد يشوف صفحة مشروع معيّن، ده بالنسبة ليّا مشاهدة مشروع، عشان أقدر أعمل له إعادة استهداف. لمّا حد يملى فورمة البيانات، ده lead، ده لازم فريق المبيعات يكلمه فورًا. لمّا حد يطلب حجز معاينة، ده أهم هدف عندي، ده البيع الحقيقي. لمّا بتعمل كده وبتحقق الأهداف بتاعتك، أنت مش بتراقب موقعك بس، أنت بتدّي أوامر للمنصة الإعلانية إنها تدوّر لك على ناس شبه اللي عملوا الأفعال دي أو الإجراءات دي
بالنسبة بقى للUTM، الأداة دي بتخلّيك تعرف كل جنيه اتصرف راح فين بالضبط. أي حملة إعلانية من غير UTM أنت سايق عربية وأنت مغمض عينيك، مش شايف أي حاجة. طيب الUTM عشان خاطر موضوع كبير هنختصره كده عشان نفهمه بس مع بعض. إحنا زي ما قُلنا كده بناخد خارطة طريق، خطة تسويق، نعرف أهم العناصر اللي فيها إيه. طيب الUTM بيتكوّن من 5 أجزاء رئيسية. بس خلّينا نركّز في أهم 4 ليك كمسوّق عقاري. أول حاجة المصدر source، ده بيقول لك بقى العميل جالك منين، فيسبوك، جوجل، تيك توك، والّا منين بالضبط، من أنهي حتّة. بكده هتعرف أنهي منصّة بتجيب لك عملاء حقيقيين وتستثمر فيها أكتر، تحُط فلوس فيها أكتر، تكبّر الميزانية بتاعتها، أدي 1. 2 medium أو الوسيط، ده بيقول لك جالك من أنهي طريقة، هل من إعلان مدفوع CPC والّا من بوست عادي على السوشيال ميديا. ده بيقول لك بالضبط الطريقة اللي بتزوّد بيها مبيعاتك، أنهي إعلان بالضبط هو اللي حقق معاك الفرق. تالت حاجة هي الcampaign أو الحملة، ده اسم حملتك الإعلانية. أنت مثلًا بتحط رابط الموقع بتاعك وفي الآخر بتكتب لي new Cairo offers، ساحل launch، بتحط وسم أو بتحط حاجة معيّنة كده في الlink بتاعك عشان خاطر تميّز اسم الحملة بتاعتك. ده بيخلّيك تقيس أداء كل حملة لوحدها، توجّه فلوسك للحملة دي أو تسحب فلوسك من الحملة دي. الحاجة الرابعة بقى هي المحتوى أو الcreative، ده بيحدد لك أنهي إعلان بالضبط هو اللي جاب العميل، هل الفيديو والّا الصور. يبقى أنت بتعمل الحملة لمشروع ما، المشروع ده أنت عامل له ad فيديو وad صور، مين فيهم بقى اللي جابت العُملا، مين فيهم اللي المكالمات كانت بتتسم بالجدية، مين فيهم جايب العميل الفضولي اللي بيضيّع لي فلوس. هتعرف بقى عن طريق الcreative أو المحتوى أنهي نوع من الإعلانات بيحوّل الزائر لعملية بيع وبسرعة. يعني باختصار، لمّا بتستخدم الUTM أنت بتقدر توقّف أي خسارة فورًا، لإنّك بتبقى شايف بعينك أنهي حملة وأنهي إعلان بيصرف فلوس على الفاضي، وأنهي إعلان بيجيب لك عقود بيع حقيقية، أنهي إعلان بيجيب لك عُملا يقول لك إحنا مسافة السكة هنكون عندك، اعمل meeting. يبقى أنت قبل ما بتستخدم الUTM تصرف 50,000 جنيه على الإعلانات، مش عارف أنهي إعلان كسبان وأنهي إعلان خسران. كل الإعلانات أنت مشغّلها في كل المنصات، بس نجيب حق الحملة اللي إحنا عملناها عشان ما نبقاش خسرنا الشهر ده. بس بعد استخدام الUTM أنت بتشوف كل جنيه رايح فين، تعرف أنهي إعلان هو اللي جاب لك العميل اللي جاي في السكة، اللي بيدفع فلوس. بتقدر تعيد استهداف الناس اللي كانت قريبة أوي من قرار الشرا، الناس اللي كانت هتشتري، ملت فورم، بعتت معاينة، ناس عندها جدية، مش بتستهدف الموقع كله. وأنا بقى على المستوى الشخصي كعمرو، أحسن حاجة في الUTM إن أنا باوجّه الميزانية كلّها للإعلان الفائز فقط، الإعلان اللي بيجيب لي عُملا والناس في المبيعات بيقولوا لي هو ده اللي بيجيب. فيسبوك شغّال خلاص، باركّز على الفيسبوك، الفترة دي الفيسبوك جايب لي عُملا كويسين، إنستجرام باركّز مع إنستجرام، خلاص فبيوجّهني، GPS بيقول لي الطريق فين، فاسيبه ليه؟ أنا باسلِّم بيانات دقيقة جدًا لفريق المبيعات، ودي المشكلة الكبيرة اللي موجودة في كُبرى الشركات. العميل ده شاف فيديو، زار الموقع، شاف الصور الوحدات، ملى فورم التسجيل، باقول له خُد، ده عميل جاد ومهتم، مش عميل فضولي، مش بادّي لهم أرقام أقول أنا ادّيت للمبيعات النهارده 30 lead، لا، لأ، مش كده خالص. أخيرًا بقى عايز أقول حاجة وآسف على الإطالة طبعًا، بس الفرق بين شركة بتبيع 100 وحدة في السنة وشركة بتبيع 10 وحدات بس مش الفلوس، مش الميزانية، الفرق في المعلومات، الفرق في البيانات، الفرق في الأرقام. الشركة الكسبانة بتعرف مين العملاء بتوعها، بتعرف أنهي إعلان بيجيبهم، بتعرف تصرف الفلوس فين بالضبط، على أنهي منصة بالضبط. الشركة الخسرانة بتخبّط يمين وشمال وفي الآخر بتتعب وبتستسلم، يقول لك لأ إحنا ندوّر بقى على شركة تعمل لنا إعلانات عشان الموجود عندنا ده مش بيعرف يعمل إعلانات. أنت دلوقتي قدّامك اختيارين، تفضل تشتغل زي الأول، إعلانات عشوائية، leads كتير، مبيعات قليلة، فلوس بتضيع، أو تشتغل بذكاء، تركّب بقى الUTM والPixel في أقل من 10 دقايق. فيديوهات كتير على اليوتيوب بتورّيك ده، أو جيب حد متخصص في 10 دقايق هيركّبهم لك. بس تشوف بقى الأرقام الحقيقية، تضاعف مبيعاتك وبنفس الميزانية. أخيرًا وليس آخرًا، لو أنت فعلًا عايز تبيع، لو أنت فعلًا عايز تكسب، يبقى لازم تعمل حملاتك، بس الأول استخدم الUTM والPixel.
هو دي الطريقة الوحيدة اللي هتضمن بيها إن أنت ما بتخسرش أو بترمي فلوسك على الأرض. ابدأ بقى النهارده وهتشوف النتيجة بنفسك. خلّي بالك لإن في السوق العقاري اللي عنده معلومات وأرقام هو اللي بيكسب.